السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايه لكم النهارده بانمي جديد وقصه جديده بتحكي عن ملك الشياطين مختوم وبيرجع بعد 1000 سنه، بس بيتفاجئ ان هو بيرجع في جسم طفل صغير بشري، وبيبقى مش عارف ده حصل له ازاي وليه. تعالوا نشوف بقى ملك الشياطين ده هيعمل ايه، وازاي هيعيش بين البشر وهو اتختم اصلا بسببهم، وهل هيعيش وهيبقى واحد منهم ولا هيتحول لهيئته الشيطانيه من تاني مع الوقت. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتحط لايك وكومنت للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ويلا بينا نبدأ الحدوتة بتاعتنا. بيبدأ الانمي في سنة 477 في التقويم المقدس، وكان ملك الشياطين هو اللي بيحكم الأرض في الوقت ده، وكان اسمه ليو. بس الكلام ده مش بيعجب البشر بسبب اللي بيعملوه فيهم الوحوش، وبيقرر 6 أمراء إن هم يتحدوا ويقضوا على ملك الشياطين وأمراء الظلام والأرواح الشريرة والوحوش. وفعلا بيقدروا يخلصوا على أمراء الظلام وكل الوحوش الشريرة، وبيبقى الدور على ملك الشياطين، وبيعرف ملك الشياطين باللي بيحصل وإن هو اللي عليه الدور، فبيستعد عشان خاطر يخلص عليهم كلهم. بس في واحد من أتباعه بيقوله إن آلهة التمرد مش عايزينك تموت، والأحسن ليك إنك تختم نفسك بعد كده ترجع ليهم تدمرهم خالص. وفعلا بيوافق ملك الشياطين وبيدخل جوه بوابة غريبة عشان خاطر يختم نفسه فيها ويرجع بعد 1000 سنة عشان ينتقم لهزيمتهم كلهم. وبتنتقل بين الأحداث للمستقبل، وبنشوف بنتين بيكونوا في مدرسة السحر، وبيكون المدرسة دي هدفها القضاء على الوحوش الشريرة والغريبة. واسم بنتين دول سيسيليا وروجينا. بتكون سيسيليا دي مش بتخاف وقوية جدا على عكس روجينا اللي بتخاف من أي حاجة، وبيكونوا بيستكشفوا مكان غريب اللي كان موجود فيه أحد الملوك الشياطين قبل كده في العصور القديمة، وبيفضلوا يستكشفوا المكان لحد ما يوصلوا للدور السابع، ومش بيلاقوا أي حاجة غريبة في المكان. فبتقول روجينيا لسيسيليا يلا بينا بقى عشان شكل المكان ده مفيهوش أي حاجة غريبة. بس سيسيليا بتصر إن هي تفضل تدور، وتقول لها احنا ما دورناش كويس، وان ملوك الشياطين يا بنتي اكيد مش هيكونوا حاطين حاجاتهم واثارهم في مكان كده مكشوف على الوش، واكيد ان هم دافنينهم في مكان كده ولا كده. بس روجينا بتقول لها انا مش زيك يا اختي، انا بخاف على نفسي وانا خايفه جدا من المكان المخيف ده. بس سيليا بتقول لها انا متاكده ان مقبره ملك الشياطين هنا، انا حاسه بيها ولازم نوصل ليها النهارده. وفعلا بيلاقوا بوابه كبيره جدا ظهرت قدامهم، وبيكون مكتوب فيها كتابه بلغه غريبه. والمفاجأة بقى لما بيستخدموا الجهاز اللي معاهم بيديهم إشارة إن في شخص عايش جوه ورا الباب ده. وروجينا طبعا بتترعب وبتقرر إن هي تمشي وتسيب سيسيليا لوحدها، وبتقول لها استكشفي انت براحتك يا حبيبتي، أنا ماشية ونعم الصحاب والله. وبتقرر سيليا تفتح الباب لوحدها، و- وأول ما بتفتح الباب الجهاز اللي معاها اللي بيحدد قوة الخصم اللي قدامه بيدور على الآخر دليل على وجود كائن قوي جدا جوه. بس هي مش بتخاف طبعا وبتدخل الأوضة برضه، بس بتتفاجئ لما بتلاقي طفل صغير محبوس جوه جسم غريب، وبتحاول بكل الطرق ان هي تطلعه. ما تعرفش يا عيني عليها ان اللي بتطلعه ده ملك الشياطين بنفسه. وطبعا ملك الشياطين بيسمع صوت دوشة بره وبيصحى من النوم وبيقول ياه عدت 1000 سنة بالسرعة دي. وبيسمع صوت سيليا وبيبقى مستغرب من اللغة بتاعتها، وبيقول ده أكيد لغة البشر في العصر ده، وبيقول لنفسه ان اكيد البت دي حرامية قبور، وازاي تتجرأ اصلا وتيجي تسرق القبر بتاعي انا ملك الشياطين، دي مجنونة ولا ايه، انا لازم اخلص عليها. وبيقرر ان هو يطلع عليها عشان خاطر يقتلها. بس المفاجأة بقى ان هو بيلاقي نفسه طفل صغير بشري، بيصدم ويقول ازاي ده حصل، مستحيل تكون تعويذة الاستنساخ فشلت، دي من اقوى التعاويذ اللي موجودة على مر التاريخ، وازاي انا ملك الشياطين ارجع في شكل عيل صغير وكمان بشري، هما بيستهزئوا بيا ولا ايه. وبعد كده سيليا بتسأله مين اللي حبسك جوه الأوضة دي يا حبيبي، وطبعا ليو مش بيبقى فاهم لغتها في الأول. وسيليا على طول بتحضنه وبتقوله ما تخافش محدش هيقدر يأذيك، اعتبرني أختك الكبيرة وأنا هحميك من أي وحوش. وليو بيبقى على آخره أصلا وبيكون متضايق جدا من الجسم اللي هو اتولد فيه، وإن جسم البشر ده من أضعف الأجسام على الإطلاق، بيتأثر بأي حاجة بسرعة، ده حتى بيتأثر بالجوع. وبعد كده سيليا بتبلغ مديرتها باللي حصل وإن هي لقت طفل صغير في جوه المقبرة، وبتبدأ تحكي لليو إن هي عندها 15 سنة وإن هي في مدرسة السيف المقدس، وبيبقى مش فاهم منها أي حاجة ولا سنها ولا فاهم أي حاجة بتقولها. بيبقى متضايق جدا إن هي فاكراه عيل صغير وبتتكلم معاه بكل صراحة، وبيبدأ يتكلم معاها بلغتها أخيرا، وبيقول لها إن هو اسمه ليو. بتقول له الله اسمك كيوت جدا،
بيقول لنفسه كيوت مين يا حاجة، ده أنا اسمي ده كان بيرعب كل البشر زمان. بس بيحس إن هي مش هتصدقه لو قالها كده، فبيسكت أحسن. وبتسأله أنت بقى عندك كام سنة؟ فبيجاريها في الكلام وبيقول لها يا ستي عندي 10 سنين، ما تقرفناش بقى. بتقول له أنت تعرف حاجة اسمها فراغات؟ طبعا ليه مش بقى فاهم الكلام دوت. وبتبدأ هي تشرح ليه يعني ايه فراغات، وإن الفراغات دي هي اللي بتيجي منها كل فترة وحوش شريرة، وإحنا مهمتنا إن إحنا نحاربهم ونخلص عليهم. وبيفهم ليه إن الفراغات دي البوابة اللي بيجي منها الشياطين عشان خاطر يحاربوا البشر. وبتكمل كلامها وبتقوله إن هي جت هنا عشان خاطر تدور على الوحوش ديت وتخلص عليهم بالسيف بتاعها. بس لقيت الباب ده قدامها ولقيتك انت جواه. بيسألها ليه على تقييم السنة المقدسة عشان يعرف هما سنة كام، بس هي بتكون مش فاهمة يقصد ايه. وبتقول له احنا موجودين في سنة 64. وليه بيقول بما اني كنت موجود سنة 474 يبقى انا هبقى دلوقتي في التقويم المقدس 1474. هما بيتكلموا وبيسمعوا صوت جامد جدا جدا. وبيتكلم سيليا روجينا وبتسألها ايه اللي بيحصل عندك، وبتعرفها ان في وحش قوي جدا هنا وانكم لازم تاخدوا بالكم. وبتاخد سيليا على طول ليو في حضنها وبتقوله ما تخافش انا هحميك. بيتعصب ليو وبيقول ازاي المكان بتاع ملك الشياطين موجود فيه الوحوش وانا وحلفائي موجودين في المكان ده من زمان، وازاي يدخلوا المكان ده اصلا من غير استئذان. وبيقول انا لازم اعاقبهم على تجرؤهم ده. بس هوب دبل كيك بيتشقلب على الارض على طول بسبب لبسه الطويل. بتقوله سيدي ما تخافش منهم انا هحميك، وبتعمل عليه تعويذة الحماية وبتاخده وبتهرب بسرعة. وهم بيجروا بيظهر ليهم وحش عملاق اكبر وبتعرفوا سيدي ان هو اسمه الغول. بيفتكر ليه ان الغيلان كانوا جيوش مراد الظلام زمان وكانوا بيحاربوا البشر معاهم، وكان القائد بتاعهم اسمه قائد الغضب. وبيستغرب ان هم لسه موجودين لحد دلوقتي. وبتستخدم سيليا عليه السيف بتاعها بس مش بيحصل ليه اي حاجة، وسيفها بيكون ضعيف جدا قدامه. وبتيجي روجينيا بتلحقها وبتضرب الغول على طول وبتقدر ان هي تقطع ايده كمان. وبتطمن على سيليا وبتقول لها سيليا انها بخير، وبتعرفها ان هي لقت الطفل الصغير ده. وبتقول لها روجينيا بحكي لي بعدين، خلينا نقضي على الغول ده الاول. وفعلا بتطلع سيليا السلاح المقدس بتاعها وبتضرب على الغول. وللاسف وهي بتضرب عليه بتدمر قبر ملك الشياطين معاها بالمره. وبتضايق جدا ليو منها. بس سيليا كل اللي همها انها تنقذ ليو ويهربوا من المكان ده. وبتاخد ليو من ايده وبتطلع تجري بيه، بس هما بيهربوا بيهجم عليهم وحش كمان. وبيكون ليو متضايق جدا لان الوحوش بيدخلوا مكانه كده من غير احترام او خوف. وكمان هيئته البشريه دي معصبه جدا. وبيقرر ان هو يقضي على كل الوحوش دي، بس للاسف مش بيعرف يعمل كده. وبتجري سيليا عشان خاطر تنقذه منهم. وبتتضرب من الوحش ضربه كبيره جدا جامده جدا. وبتقدر ان هي كمان تصيبها اصابه خطيره. وبتقول لليو اهرب انت بسرعه وروح لروجيليا لانك مش هتقدر على الوحش ده لوحدك. وبيقول لنفسه قد ايه البت دي غبيه بتضحي بنفسها عشان خاطر الطفل لسه عارفاه. وبيكون متضايق جدا بالوحوش لانهم مش عاملين اي احترام ليه. بيروح على سيليا وبيقول لها انت بنت شجاعه وانا لازم احميكي. بيبص على الوحش وهو متضايق جدا وبيقول له انا هخلص عليك دلوقتي، مش عشان خاطر البت ديت لا، عشان انت انتهكت قدسيه المكان بتاعي. وبيطلع العصاية السحرية بتاعته وبيطري عليه الوحش عشان خاطر العصاية أطول منه. وبيقول له ليه القصير ده هيعمل منك شاورما دلوقتي. وبيبدأ يعمل تعويذة بالعصاية بتاعته وبيقدر يخلص على الوحش وكل الوحوش كمان. وبيحس إن قوته قليلة جدا على عكس قوته هو ملك الشياطين. وبيروح بعد كده على سيليا وبيقول لها من الغباء ان انت تضحي بنفسك عشان خاطر ملك الشياطين، عشان انت روحك ملهاش اي قيمة بالنسبة لي. وبيعمل عليها تعويذة الشفاء بالعصاية بتاعته. وبيلاقي نفسه ما عندوش القدرة ديت، فبيضطر ان هو يستخدم عليها سحر قديم عشان خاطر يعوض الدم اللي نزل منها. وفعلا بيقدر ان هو يشفيها. وبتفوق سيليا بعد كده وبتتفاجئ ان هي بتلاقي نفسها ما فيهاش اي اصابات خالص، وبتصدم ان هو قوي قوي كده. وبتروح تحضره وتشكره. وبتيجي روجيني بعد كده تطمن عليهم وبتعرفوا ان هم لازم يهربوا من المكان ده بسرعة. وبيقدروا ان هم يهربوا هم التلاتة بره المكان قبل ما يجي ليهم وحوش جديدة. نرجع بقى بالزمن لورا ل6 سنين. وبنشوف الوحوش وهي بتهجم على البشر بطريقة وحشية، وإن البشر كانوا مستخبين منهم في مكان تحت الأرض. وبنشوف سيليا وروجينا وهم لسه صغيرين. وبتكون سيليا هي اللي خايفة وروجينا هي اللي بتطمنها. وبتقول لها أبوكي فارس قوي جدا وما تخافيش عليه. وبنعرف إن أبو سيليا قائد قوي جدا في أكاديمية الفرسان المقدسة. وبنعرف إن هو القائد الفرسان اللي بتحارب دلوقتي الوحوش. بس فجأة بيسمعوا صوت انفجار قوي جدا جدا جدا، حتى المكان بتاعهم بيعمل انذار بالخطر. وبعد فترة بيخرجوا من المكان بيلاقوا المدينة كلها متدمرة، وأبو سيليا وفريقه كلهم ماتوا. وسيليا بتنهار جدا
وبتتوعد للانتقام لأبوها من الوحوش ديت. نرجع تاني لليا وسيليا وروجينا وهم رايحين لأكاديمية السيف المقدس، وبيوصلوا للأكاديمية وليو بينبهر جدا من المكان والتكنولوجيا والتطور اللي هما بقوا فيه. وسيليا بتقوله أنا راح أبلغهم بكل اللي حصل معايا النهاردة واللي وصلنا ليه، وبالمرة هقدم ليك على عضوية بما إنك عندك قدرة علاجية جبارة وقدرت تشفيني بكل سهولة. وما تعرفش يا عيني إن هو استخدم عليها السحر الأسود. وليو بيقول لنفسه مفيش مشكلة لما انضم ليهم عشان خاطر افهم إيه اللي بيحصل حواليا، والمكان شكله اتغير خالص عن الاول. وهو متضايق جدا ان تعويذة الاستنساخ بتاعته باظت وان هو رجع في جسم طفل صغير. وبيعمل تعويذة عشان خاطر يستدعي المساعدين بتوعه، وبيكون كلب اسمه بلاك شادو وخدامة اسمها شيري. اول ما بيشوفوه بيتصدموا لانهم شايفين طفل صغير مش ملك الشياطين، وبيسألوه عن السبب شكله ده. بيعرفوا ان تعويذة الاستدعاء بتاعته فشلت واستدعيت بالشكل ده، وبيقولوا احنا تحت امرك باي شكل امرنا. وبيبدأ يأمرهم ليو انهم يجمعوا معلومات عن العصر ده وعن أكاديمية السيف المقدس، وبيأمرهم بالانصراف. بعد كده بيروح بعد كده يدخل الأكاديمية عشان يستكشفها. وأول ما بيدخل بالباب الإنذار بينور باللون الأحمر، وشكلهم عاملين الإنذار ده للوحوش الغريبة. وبيخلص الجزء الأول على كده. يا ترى ملك الشياطين ليو هيعمل ايه؟ وهل أكاديمية السيف المقدس هيشكوا فيه فعلا ولا هيعتبر ان ده خطأ إنذار مش أكتر؟ كل ده وأكتر هنعرفه الحلقة اللي جاية من حكاية ليو ملك الشياطين. ما تنسوش تصلوا على الحبيب في الكومنتات وتحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.